بابا. نعم. هات 10 جنيه يا بابا. نعم. بقول لك هات 10 جنيه. معيش فلوس، روح خد من امك. لسه جاي من عندها دلوقتي وقالت لي نفس الكلام. ايه ده نفس الكلام؟ يعني قالت لك روح خد من امك برضو؟ ما بتضحكش ليه يالا؟ ولا ايه ده؟ في ايه؟ انت من سن يا ابني عشان تهزر معايا؟ عندك حق، انا اسف. اخلص خالص. بص يا ابني، انت تستأذن تاخد عناية الاتنين. طب استاذن حضرتك، ممكن اخد فلوس؟ لا. خد يالا، عايز فلوس تاني ولا كفايه كده؟ مالك يا زفت؟ انا ما بحبش اشوفك متضايق كده. بقول لك ايه، لو انت جاي تروشي عليا زي ما هو روش عليا دلوقتي فبعد اذنك امشي من قدامي. انا مش فاهمه حاجه، هو ابوك مضايقك في ايه؟ مش حكايه مضايقني، طلبت منه فلوس دلوقتي وما رضيش يديني. هو ابوك كده طول عمره بخيل ونتن. طب ايه الحل دلوقتي؟ انا عندي الحل، بس ما تقولش لحد. ها؟ امسك. ايه ده؟ 100 جنيه مره واحده؟ والله ما عارف اقول لك ايه. صحيح الام الام لا، ولسه بقى لما تعرف المفاجاه. شوف ايه اللي جواها، هيكون ايه اللي جواها يعني. انا حاسس كده انا هلاقي جواها 200 جنيه، مش عارف ليه. كده كيلو طماطم، كيلو خيار، كيلو بطاطس. ايه ده؟ يلا يا ابن الكلب انزل هات لي الطلبات اللي في الورقه دي. 5 دقايق بالظبط والاقي الحاجات دي موجوده. حاضر حاضر، بس قبل ما انزل لازم اعمل اخر محاوله. بابا يخرب بيت ام بابا، ارغي. بص انا سبتك شويه تفكر اهو، هتديني فلوس بقى ولا ايه؟ طب بص، انا هقدرك وهقدر احترامك وهقدر ان انت جيت لي تاني، وهقول لك امشي يا ابن الكلب مفيش فلوس. طب ليه يعني بقى؟ انا مش فاهم. على فكره انا ممكن انزل اشتغل دلوقتي وما اطلبش منك جنيه. ها؟ ما سمعناش قبل كده ان في نسوان بتشتغل؟ عشان كده انت قاعد من الشغل وما بتشتغلش بقى. يا ابن الكلب امشي يلا من هنا، بدل ما اقسم بالله اجي احطك في قلب عين الحمام. غور يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نبدأ الخطة بتاعتنا، بس قبل ما اتكلم او اقول اي حاجة، الخطة دي لو مشيت زي ما انا عايز بالظبط كل واحد فينا هيمسك فلوس بالهبل. جاهزين؟ الا جاهزين؟ جاهزين طبعا يا زميكس. قلب الزميكس انتي، احلى حاجة فيك انك جاية معايا في اي مصيبة. طب هو انا هعمل ايه؟ اتقل. اول حاجة ابويا هيكون قاعد على السرير ماسك التليفون بتاعه، وهنا بقى تيجي مهمتك انت. يا صلاة النبي قول. هتدخلي عليه وتقولي له بابا انا عايزه. ايه ده؟ انت زي القمر قوي النهارده. هو بقى هيتكسف وهيقول لك شكرا. بعد كده تقولي له انا عايزه مصاريف الدرس. من عينيا. كام يا قلب بابا؟ هتقولي له 500 جنيه ولا نخليهم 1000؟ لا ده ولا ده يا حبيبي، ابوك دافع لي مصاريف الدرس وكتب وكل حاجه. للاسف خطتك فشلت. بقول لك ايه، انا خطتي عمرها ما تفشل ابدا. هنشوف خطه تانية. طب انا هعمل ايه؟ اتقل. احنا هندخل عليه دخلة السهوكة، مش هتاكل معاه. خلاص ندخل عليه دخلة الحنية. انسى، قلبه ميت. خلاص يبقى مفيش غير اخر خطة. طب وانا بقى هعمل ايه؟ يا عم ما تصبر علينا في الليلة الزرقاء دي، سيبك منه ده عيل عبيط. قول يلا. بصي احنا ندخل عليه احنا الاتنين، وانا هقول له بابا انت ما تعرفش ان بكرة عيد ميلاد ماما؟ استنى. يوم هو متفاجئ ويقول يا نهار اسود ده انا ما جبتش حاجه، وهو كده كده اصلا ما يعرفش تاريخ ميلادها. فاحنا هنقول له ايه؟ هات فلوس عشان نجيب لك هديه فوق الهديتين اللي احنا جبناهم. استنى بقى. ونقول له هنديهم لك اكنك انت اللي جايبهم، وهو هيفرح ويروح مدينا فلوس. نروح احنا بقى نعمل ايه؟ هو ايه اللي نعمل ايه؟ نخلع زي الفل. ما قلتليش انا بقى هعمل ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه. يلا يا ابن الكلب من هنا. ده انت من ساعه ما قعدت معانا وما فتناش بكلمه واحده، كل شويه انا هعمل ايه انا هعمل ايه انا هعمل ايه. اهدى بس كده خلاص، هدي نفسك يا شيخ، ده عيل مستفز. جاهزه؟ استعنا على الشاي بالله. انا بقول نمشي بكرامتنا احسن ونلحق نعمل خطه تانية. ده لو انت لحقت تعمل يا حبيبي. يا نهار اسود انت لسه واقفه؟ اجري. طب وحياه امك اللي هي عيد ميلادها بكره والله ما هسيبك. خد يا